الحين شهادة الماجستير صارت عند معظم شبابنا البحرينيين. عندنا ثروة عمالية بتعليم عالي، ولا يزال 6000 أجنبي يحتلون وظائف حكومية، وكل أموالهم تروح برا البحرين. عدد التحويلات الأجنبية في الخارج مبلغها 1 مليار دينار، هذه كلها تروح برا الديرة. عدد العاطلين في البحرين 15,000 عاطل عن العمل، وعدد الأجانب 6000 أجنبي يحتلون وظائفنا الحكومية. أنت إذا اعتمدت سياسة التوطين حليت نصف مشكلة البطالة. البطالة اللي عندنا بطالة مكونة من النخبة معاليك، من النخبة. عندنا خريجين أطباء، مهندسين، معلمين من أعلى الشهادات. البطالة طالت حتى الماجستير، حتى الدكتوراه، عندنا حملة دكتوراه، حتى أطباء، حتى مهندسين، وتخصصات نادرة. لذلك قدمت هذا القانون مع زميلي النائب خالد بوعنق، لأن الحكومة دائما تتشدق بالأجنبي، وعذرها دائما تقول إن الأجنبي تخصصه نادر. لذلك كلمة تخصصه نادر يعني تستوجب تأطير قانوني. ما هو التخصص النادر؟ احنا اليوم حطينا هذا يعني قيود، قيدنا هذه العملية وهذا العذر تشريعيا، وقلنا اوكي بتجيبون أجنبي، جيبوا صاحب شهادة ماجستير وخبرة لا تقل عن 10 سنوات. معاليك أيضا المفارقة في الأرقام اللي شفناها في اللجنة المالية، أن الأجانب يكلفون الدولة 180 مليون دينار. توظيف الأجانب موجود في الحساب الختامي، وعندنا بعد ميزانية بتجينا، واعتقد أنا مو متفائلة لأن نفس الرقم متأكدة بيكون موجود، وإن قل وإن نقص مو أكثر من 100 من هنا أو هناك. فهو نفسه مبلغ العجز الكلي اللي يعني اللي أثقل الميزانية. فمن المسؤول اليوم عن التمسك بالأجانب بمنح هذا الحق، حق أبناء البلد تمنحه إلى أجنبي، ورزق أبناء البلد توزع على أجانب؟ ليش؟ وين حرص الحكومة على المواطن البحريني معاليك؟ فلذلك معاليك نبغي وقفة جادة، يعني خلاص أجانب ترسوا الديرة. وشفنا تداعيات سلبية، شفنا اللي يزور شهادة واللي مارس مهنة طب بدون ترخيص، وشفنا الأسر البحرينية افتقرت. الأسرة